أهلا بكم. في خطوة مفاجئة قرر الألماني توني كروس اعتزال كرة القدم بعد نهاية منافسات يورو 2024. يسعى النجم الألماني إلى إنهاء مشواره في عالم الساحرة المستديرة بلقبين إضافيين، دوري الأبطال واليورو. بخطوة صادمة ومفاجئة وغير متوقعة، أعلن النجم الألماني توني كروس أنه سيعتزل بعد يورو بلاده هذه الصيفة. لاعب خط الوسط في ريال مدريد من المؤكد أنه قرر الاعتزال سابقا ولم يرد تأخير الإعلان أكثر ليقطع الطريق أمام جميع الشائعات وكل التأويلات عن مستقبله. الفنان كروس رسم أجمل اللوحات الكروية في مدريد وأوروبا والعالم ليكون الختام على مسرح ويمبلي في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند في آخر ظهور له بقميص الفريق الملكي الذي سيكون فريقه الأخير كما قال اللاعب الألماني. وشارك كروس في 463 مباراة مع النادي منذ انضمامه في 2014، وسيغادر كواحد من أكثر اللاعبين تتويجا في تاريخ ريال مدريد، إذ حقق أكثر من 20 لقبا بينها 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا و5 ألقاب في كأس العالم للأندية و4 ألقاب للدوري الإسباني. وبالإضافة إلى ألقابه في ريال مدريد، فاز كروس بكأس العالم 2014 مع ألمانيا ولقب آخر لدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ في 2013. وعاد كروس لقائمة ألمانيا ربما كتكريم له قبل هذا الاعتزال الذي يريد ابن 34 عاما أن يكون في أجمل صورة بتتويج سادس بدوري الأبطال ولقب اليورو على أرضه وبين عشاق. كريستيانو رونالدو متحدث عن ليونيل ميسي، مقارنة ليونيل ميسي فيه على الصعيد الشخصي، وأن من يعشق كريستيانو بكل تأكيد لا يكره ميسي أيضا. هو زي ما قلت لك التنافس اللي حصل خلال 15 سنة يا عبد العزيز ما بين الاثنين هو اللي يخلينا نتكلم في نخش في المقارنة ونخش في الكلام عنهم، لأن دول من أعظم اللعيبة الموجودة في تاريخ كرة القدم. احنا زي ما قلت لك احنا محظوظين ان احنا عاشرنا او عايشنا هذا الثنائي. لأن زي ما قلت لك التنافس اللي ما بينهم كان يحسن كل منهما الآخر. ده خد 5 كرة ذهبية لازم اخد انا 6، ده خد 6 لازم اخد 7. فالحاجات دي حاجات مميزة احنا بنحبها. غير كده الاستمرارية صعب اللي انت توصل للليفل العالي، المستوى العالي تستمر فيه ال 15 سنة، ده كتير. الارث اللي هم على المستوى الفردي اللي سابوه الاثنين، القاب جماعية، القاب فردية، صراع على الكرة الذهبية، صراع ما بين برشلونة وريال مدريد، فالعديد من الامور اللي تخليك تتكلم عنهم ليام الاثنين. فالاثنين اضافوا للكره العالميه كتير قوي. وغير كده النوعيه اللي جايه اللي طالعه من المواهب مش زيهم، اقل منهم. دول عندهم المهاره، عندهم السرعه، عندهم الشخصيه، بيعرفوا يتكلموا بره الملعب. يعني في العديد من المواقف كان يقول لك ميسي ما بيتكلمش، شفنا في كاس العالم ازاي القياده الشاره وازاي الاجتماعات الموجوده، ازاي المحاضره اللي كانت قبل نهائي كاس العالم قدام فرنسا، وازاي كان يجمع اللعيبه الموجوده. مع انه يقال بان ميسي خجول في الحديث. يا عم خجول مين؟ ده احنا اللي خجولين. فما بالك. وده لما تشوف على رونالدو لما يجي يتكلم في المؤتمر الصحفي على الدوري البرتغالي وانتقد الدوري البرتغالي ومشاكل الدوري البرتغالي. هل حد غير رونالدو يقدر ينتقد الدوري البرتغالي؟ مفيش. فدي القيمه اللي موجوده. داخل المستطيل الاخضر بيقدموا اضافه ومتعه، وخارج المستطيل الاخضر شخصيه مميزه، اصحاب قرار، اصحاب راي، ما بيخافوش لانهم عندهم شعبيه وعندهم شخصيه وعندهم جماهيريه. بس ايش رايك في مقارنه عبد الحليم وام كلثوم؟ انا ما بسمعش اغاني. ولا انا، بس قبل كنت اسمع. لا كابتن محمد لا مين اللي قال لك انا ما بحبش؟ هو لا ليه؟ انت من عشاق انا من عشاق الاثنين. انت من عشاق ميسي. بس اقول لك على حاجه، نعم. احنا محظوظين ان احنا شفنا الاثنين دول في التنافس كبير. صحيح. على طوال مثلا كذا سنه، 15 ولا 16 سنه، كل واحد كان يحسن الثاني. صحيح. انما بعد 18 ديسمبر 2022 ميسي راح في حته ثانيه. ميسي راح في حته ثانيه، خد كاس عالم. فخلاص بقى المأموريه ايه؟ خلاص قفلنا الكوره وميسي عمل كل حاجه، فقفلنا اللعب. هل هناك فرصه لكريستيانو مع كاس العالم؟ اكيد. هو بص، في لعيبه قرار اعتزالها الدولي
خاص بيها هي، ولا والله لو اي مدرب ما يقدرش. انا في تخيلي كنت متصور منتخب البرتغال بعد كاس العالم مفيش رونالدو، بس مين المدرب اللي هيقول له رونالدو اقعد؟ استحاله طبعا. هو صاحب القرار الاول والاخير في كاريره، اكمل لازم يبقى موجود. يا اخي إيريك تن هاج اجلس رونالدو على دكه البدلاء في فتره من الفترات، وسانتوس قعدوا في كاس العالم. صحيح. فانا قلت ان بعد كاس العالم ربما مدرب يفكر، انما مارتينيز لا، يقول لك ده انا مدرب جديد ما اجيبش رونالدو ده هيمشوني. فالطبيعي في الوقت الحالي اللعيب اللي زي رونالدو وزي ميسي هم اصحاب القرار الاول والاخير، امتى اعتزل دولي وامتى ما العبش وامتى امثل منتخب بلدي. هم الاثنين الوحيدين بما يملكوا من القاب وتاريخ وشخصيه و فهنا وحتى مستواه محمد صلاح طبعا، وحتى مستواه صلاح طبعا، وحتى مستواه. فهنا في بدايه التصفيات مميزه المنتخب البرتغالي معاه. احنا بنتكلم على 4 مباريات 12 نقطه، 14 هدف، سجل هو 5 بقى تقريبا 5 اهداف، هو الهداف في تاريخه. الارقام بتاعته يا عبد العزيز اللي انتوا جبناها 123 هدف، 43 اسيست مع المنتخب البرتغالي. فارقام ما ينفعش ان انت تقول له اقعد شويه، لا ده راجل صاحب، انت يقول انا هكمل، انت يقول اعتزل، هو براحته. هناك صور للياو ظهرت منذ قليل، يعني يعتبر لياو موهبه قادمه. ربط معنا فقط مع محمد انه ميسي كان لا يستحق كاس العالم ولا رونالدو يستحق كاس العالم للاعتراف به، بمعنى انه اليوم اكيد انه ميسي لما فاز بكاس العالم كان ثانيه حتى اكيد انه الارجنتين فاز بكاس العالم كانه هديه كان بعض الناس تقول ايه لكن ما خدش كاس عالم صح؟ بس الناس المتعصبه، لكن كريستيانو اخذ اليورو. لا لاحظ هو اكيد كاس العالم. انا اريد ايصال فكره معينه. في نوعيه لاعبين اخذ كوبا امريكا وكاس العالم اكيد توالي. لكن ميسي ولا رونالدو يحتاج الى تتويج، القابهم تدل عليهم في اوروبا امكانياتهم. في بعض الاحيان انه اللاعب لا يحتاج الى لقب كي يثبت جدارته، كي يثبت امكانياته، كي يثبت انه هداف. يعني اليوم لما نتكلم عن ميسي لو لم يفز بكاس العالم، لو كرة كولوموانية سجلة، هل يعني ميسي لاعب فاشل؟ هل اليوم رونالدو لو لا. يكمل كان بعض الناس هيقول لك ما خدش كاس عالم، لكن مارتينيز في هذه اللقطة اصبح اسطورة في حراسة المرمى الارجنتينية. اكيد، لكن انا نتكلم هل رونالدو اليوم سنة 38 اكيد انا اتمنى ان يكمل الى لغاية 2026 كاس العالم في امريكا. البرتغال منتخب قوي على كل حال. على فكرة ميسي سجل هدف جميل في التصفيات شاهدته. هل اليوم رونالدو لو البرتغال لم تحقق كاس العالم، هل هذا سيكون رونالدو ليس من افضل اللاعبين على مر التاريخ؟ سيكون من افضل اللاعبين على مر التاريخ. اليوم يبقى الخلاف هل ميسي افضل كذا؟ انا مثلا يعجبني ميسي ساقول ميسي، في الاخير سيقول رونالدو. ما انا في الاخير وميسي يمكن يفوز بكاس العالم، لكن في الاخير يا اخي لابد ان نحكم بعدل. رونالدو من افضل ما انجبت الكوره على مستوى العالم. فاليوم انا لا اريد ان ندخل في الجدال الموجود، اكيد في من افضل وفي افضل. اوكي، ما حتى انت ميسي بعد كاس العالم ما هو شيء نسبي. قبل كاس العالم من افضل، بعد كاس العالم افضل، لكن من عند عشاق رونالدو سيبقى رونالدو لديهم افضل مهما كان. صحيح، انا بحب رونالدو حتى انا على المستوى الشخصي تعلمت منه وانا بلعب. وفي عشاق مارادونا سيقول لك لا ميسي ولا رونالدو وفي عشاق بيليه. فالاخير احنا نحكيو على لعبه كرة القدم، الاذواق فيها مختلفة. من يدخل كما نحكيو على الفن، لاحظ في ناس من يقول لك عبد الحليم والثاني يقول لك ام كلثوم. فالاخير الثاني يقول لك لا اسمهان افضل. طيب عبد الوهاب لا لا انا اعطيك على اذواق الناس مختلفه. صحيح. فلا نستطيع الزام الناس بشيء ما معين. طيب من يدخل في المقارنه مع ميسي وكريستيانو؟ هل يعقل مثلا نحن نتكلم على عظماء الكره، هل يعقل اللي يدخل رونالدينو والفينومينو ورونالدو اللي لولا الاصابات لكان، وتكلم عليه عظماء الكره، لولا الاصابات بالنسبه لرونالدو تيري اوري وزين زيدان. لكن يمكن احنا عصرنا هذا جو في عصر يمكن كانوا العديد من اللاعبين العظماء في نفس الوقت. فميسي ورونالدو اقتصر مع غياب الجوده الى غايه الان، احنا الى غايه سنوات قليله بروز الان مبابي وبروز قليلا هالاند وبروز بعض اللاعبين، ويمكن ذهاب كريستيانو الى الدوري السعودي وميسي للدوري الامريكي. يعني يكاد يكون المنافسه انتهت ما بينهم، سنشهد منافسه جديده. لكن في عظماء لعبه حقيقه نستطيع ان نبعدهم بشكل كبير.